انطلقت المبادرة الإلكترونية خليك في البيت الثقافة بين إيديك، وهي نتاج بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام. تبث من خلال الحملة مواد وزارة الثقافة الإبداعية عبر الإنترنت وشاشة التلفزيون المصري. تهدف الحملة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة بالإنترنت وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية كلامنا العديد من الإجراءات اللي قامت بيها الدولة المصرية من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري. يعني المبادرة اللي قامت بيها وزارة الثقافة خليك في البيت والثقافة بين إيديك، أعتقد أن ده من الموضوعات المهمة جدا اللي أثارت انتباه العديد من السادة المشاهدين، والحقيقة قدروا أن هم يستفيدوا بيها بشكل كبير. العديد من المهرجانات والعديد من الأغنيات اللي تم التواصل معها على الاونلاين، واعتقد ان احنا استمتعنا بيها. ازاي النهارده ان احنا نستفيد بهذه الايجابيات في ظل الظروف اللي بيعيشها المجتمع المصري والعالم كله؟ ازاي كل دوله قدرت ان هي تنمو بالثقافه الخاصه بيها وتستفيد بيها في ظل وجود كورونا فيروس؟ ده موضوعنا اللي هنتناقش فيه مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده. واسمحوا لي ان انا ارحب بالكاتب الصحفي الاستاذ محمد النقيب بجريده الجمهوريه اللي منورنا النهارده. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة يا نجلاء، كل سنة وانت طيبة يا هند. طبعا انا بشكركم وبشكر القناة التانية. انا مش غريب طبعا عن التلفزيون المصري، احنا اشتغلنا مع بعض سنوات كتيرة، ودي فرصة كويسة ان احنا نلتقي بعد السنوات ديت. يمكن الظروف في أزمة الكورونا والناس كلها يعني كورونا جمعتنا. هي طبعا أزمة استثنائية بتمر على العالم كله، أول مرة العالم كله يتحد ضد فيروس وكل الناس يبقى عندها نفس الإجراءات في جميع البلدان وجميع الدول. الحقيقة طبعا دي أزمة جديدة علينا كلنا كبشر يعني، بس نقدر نقول إنه الدولة المصرية كان عندها رؤية استباقية من أول ما بدأت الأزمة في الصين وقبل ما تتفاقم وتنتشر في عدد من دول العالم. الحمد لله كان عندنا مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللي ممكن نقول إن هي كانت واقية للمجتمع المصري بشكل أو بآخر. خلينا نتكلم على دور وزارة الثقافة في ظل أزمة الكورونا، وخاصة إنه أول ما ابتدى الحظر، لسه كنت بقول أنا ونجلاء في البداية، كان في مجموعة من العروض اللي بتقدمها وزارة الثقافة وكانت متوفرة أونلاين وكانت بتتذاع على التلفزيون، ودي كانت شيء من الأشياء الجميلة جدا، لأنه ناس ممكن ما كانش عندها الحظ إنها تقطع تذكرة وتدخل دار الأوبرا المصرية علشان تتفرج مثلا على الليلة الكبيرة وهي بتتقدم بأشخاص، جات لهم في البيت من خلال التلفزيون وغيرها من العروض. أنا شايف طبعا إن أزمة الكورونا علمت الشعوب حاجات جديدة. كمان أنا شايف لو احنا نتكلم تحديدا عن مبادرة وزارة الثقافة، وهم على فكرة أنا جات لي امبارح مسج منهم بالرابط ازاي نخش نشوف، عاملين مسابقات كمان، حاجة اسمها سينما مصر، وعاملين اكتيفيتيز كويسة على الرابط بتاعهم وعلى الموقع الرسمي بتاعهم على اليوتيوب. بس خلينا الأول نفهم يعني إيه ثقافة. أنا شايف إن الثقافة هي مجموعة سلوكيات مجتمعية تتغير بتغير الزمن والأشخاص، بدليل إن عادتنا زمان ما كانش عادتنا دلوقتي. هتقول إيه علاقة العادات بالثقافة؟ لأ، هي جزء متداخل مع الثقافة. الثقافة تتداخل وتتشعب في أمور كثيرة من حياتنا. طيب احنا هنقول ان وزاره الثقافه زي ما حضرتك عملت مبادرات حلوه من خلال دار الاوبرا والحاجات اللي ان الشخص ما كانش يقدر يروح يتفرج عليها ويقطع تيكت وكده، فعملتها اونلاين وتشوف. انا شايف ان المبادره دي مهمه جدا وكان يجب ان هي تتعمل من زمان. صحيح. لان للاسف الشديد مش كل الناس قادرين، او كمان حجم استيعاب دار الاوبرا
مش هتقدر تستوعب كل الراغبين اللي بيروحوا. طبعاً. والدليل على كده لما كنا بنشوف حفلات محمد منير في الاوبرا الافات، وكان بيضطر يعمل في الاوبن اريا وعشان الاعداد الكبيره اللي بتخش. فاحنا عندنا المسرح الصغير والمسرح الكبير اعدادهم معروفه، فمش هتقدر القدره الاستيعابيه بتاعت المسارح دي تستوعب كل الناس اللي حابين. طيب انا شخص بحب المعلومات، برضو لازم وزاره الثقافه تهتم بالجانب المعرفي بجانب ترفيهي. الفني او الترفيهي. الحجم يا جماعه المعلومات المتداوله حاليا بشع، والمصادر متعدده، واصبحنا حاليا انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان الازمه دي يعني بيئه خصبه لتداول معلومات كتيره، وقد تكون من بينها معلومات مغلوطه، طبعا، وبيئه خصبه للشائعات. طبعا. هنا لازم، انا شايف ان في طبعا مجلس الوزراء من خلال الانشطه والفعاليات بتاعته والبيانات، ودايما عنده مركز اللي هو نفي الشائعات بيتابع بشكل مستمر، وده شيء مهم جدا بالنسبه لمجلس الوزراء بيوعي الناس. انا شايف برضو ان وزاره الثقافه لازم تقوم بالدور ده، ان ازاي اعلم النشء والكبار، اديهم المعرفه، اقول لهم ياخدوا المعلومات الصحيحه منين. الكتاب دلوقتي ما اصبحش وسيله، يعني الكتاب دلوقتي مين اللي بيعتمد على الكتاب دلوقتي؟ بس خلينا نقول حاجة، ان الحقيقة يعني الثقافة المصرية في الفترة الأخيرة متمثلة في وزارة الثقافة، كان ليها العديد من الخطوات اللي قامت بيها من أجل وعي المواطن المصري، خصوصا زي ما بتقول ان احنا تعرضنا بشكل كبير للعديد من الشائعات. من هنا لابد ان انا يكون عندي آليات معينة، آليات أقدر من خلالها ان انا أنمي الثقافة عند المجتمع، أغير كمان اتجاه الثقافة السلبية اللي كانت موجودة في فترة من الفترات، وتهميش الثقافة وعدم الإدراك لأهميتها كنا بنعاني منه بشكل كبير. الآليات النهاردة في ظل تواجد الأسرة المصرية لعدد طويل من الساعات الخاصة بها في البيت، مع تطور نظم التواصل الاجتماعي والتواصل بشكل كبير من خلال الإنترنت، إزاي ده يتم وإزاي نقدر نستفيد حتى من تجارب الدول الأخرى؟ طيب أنا هقول لحضرتك على حاجة للأسف الشديد من متابعتي برضو، وأنا بستخدم كلمة للأسف الشديد مش لأن أنا شايف جانب مظلم، لا، أنا شايف جانب حلو ومتفائل دايما. ولكن إحنا عندنا رمضان، لو نفتكر زمان رمضان كان في حاجة اسمها قطاع الإنتاج، ده كان دايما يقدم مسلسل تاريخي طبعا، صحيح، أو مسلسل ديني واجتماعي كمان، واجتماعي. بس أنا عايز أقول الديني والتاريخي ليه؟ لأن دايما بتبقى هنا فيها ثقافة. أنا بقدم شخصية تاريخية، أنا بقول معلومات عن الشخصية دي، عايز أعرف شخصية عمر بن الخطاب، عايز أعرف واتيفر أي شخصية أيا كانت، تمام، حتى لو شخصية دينية. يعني الشيخ الشعراوي رغم ان هو كان بيطلع يتكلم في التلفزيون وخطب وندواته وجلساته ومجالسه، لكن اعتقد لما اتعمل في عمل درامي عمله حسن يوسف كان له وقع اكبر، والناس تابعته، ومش على مستوى مصر، على مستوى الوطن العربي. هنا انا كنت شايف ان في رمضان كان لازم نهتم كجانب ثقافي، وتساهم فيه وزارة الثقافة في تقديم عمل تاريخي او ديني مهم، يدي معلومات اكتر عن شخصيات احنا نجهلها. يعني انا ممكن في شخصيات انا كجيلي برضو يجهلوها، فما بال الناس الصغيره. مش عايزين الاطفال والناس الصغيره دايما يلجأوا لليوتيوب. الناس كلها تلجأ لليوتيوب في حاجتين: شوف حاجات ضحك او برامج ترفيهيه او حاجات كده، عمر ما حد بيخش على اليوتيوب عشان يشوف ثقافه. قليل قوي اللي بيلجأ للإنترنت عشان يبحث عن معلومة. لا، بس دلوقتي أعتقد مع حتى نظم التعليم المختلفة وحتى توجه الدولة إن الولاد يعملوا أبحاث، وده ما هو ده هيخليهم بالظبط، هيخليهم يدوروا على المعلومة. يعني هي دي بقى اللي احنا بنبحث عنها، إزاي أوجه الولاد إن هم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في المعلومة وفي مصدر المعلومة، ما ياخدوش كل الكلام كده. ما هو ده الأساس اللي احنا بندور عليه. وعايزه اضيف حاجه كمان لكلام نجلاء. الحقيقه انه في منصات كتيره جدا دلوقتي بقت موجوده، البعض منها عربي والبعض منها اجنبي. الحقيقه احنا لازم ناخد بالنا من النقطه دي بشكل هام جدا، لانه المنصات الاجنبيه بتعرض اعمال فيها ثقافه غربيه ببعض المفاهيم المغلوطه تماما والخاطئه، واللي بتشوه جيل باكمله. وللاسف الشديد اللي يتابع او يعني
يشوف يعني الجنريشنز المختلفه، هيلاقي انها اثرت بالسلب في جيلين، التينيجرز اللي هو سن 16 17 فما المراهقين. فوق لغايه المراهقين. بدايه ال30، بثقافه مغلوطه، بعادات وتقاليد غريبه جدا، بمفاهيم ممكن في بعض الاحيان تبقى ضد الاديان. وللاسف الشديد احنا مش منتبهين للنقطه دي. احنا لازم يبقى عندنا منصات قويه نعرض من خلالها اعمال قويه ترسخ لعاداتنا وتقاليدنا، ترسخ للمفاهيم الصحيحه في كل جوانب الحياه. وده غايب. يمكن دلوقتي بقى في منصات بس بتعرض مثلا مسلسلات، افلام. لازم يبقى في انتاج متخصص للحفاظ على الهويه العربيه اللي احنا بننتمي ليها. خلينا نتفق على ان دايما الاعلام اعلام موجه، سواء منصات الكترونيه، اخباريه، تلفزيونيه، اي شكل من اشكال الميديا، الاعلام موجه، حتى الفيسبوك موجه. اي منصه زي ما حضرتك بتتكلمي دي منصات موجهه. يعني ايه موجهه؟ يعني القائمين عليها بيبقى لهم غرض ما. طبعا. طيب انا علشان اضحض كل المنصات المغرضه اللي حضرتك قلت عليها، سواء غربيه او في بعض منها مصريه، مش عايز اسمي حاجات مصريه بعينها، بس انا عارف طبعا، ومعظم الناس اللي في الميديا عارف ان في منصات مصريه بتبقى مغرضه وبتدس السم في العسل، واخرها يوتن. يعني نيوتن في جريده ما دس السم في العسل. دور التلفزيون المصري ودور اعلام الدوله هو الحائط الصد الاول والاخير. وانا عايز اقول ان بيكو كمذيعات ومذيعين في التلفزيون المصري وبالاعلام المصري نقدر نعمل نهضه ونقدر نعمل توعيه كبيره. خلي بالك ان في ناس كتيره ما زالت عندها ثقه كبيره في اعلام الدوله، لان تثق ان اعلام الدوله او اعلام التلفزيون المصري فيه احترافيه، مش موجه بشكل كبير، بينقل الحقيقه كتير، مش اعلام خاص. تمام؟ مش الهدف الربح، مش هدف الربح. انا عايز اقول ان اذا احنا ادركنا تماما وكشفنا بتداول المعلومات الصحيحه وتداول المعلومات المستمر وان انا اصدر الحقيقه دايما على السطح، هيحصل توعيه حقيقيه للناس بدل ما تلجا للمنصات الخارجيه. حضرتك دلوقتي لو احنا مثلا اتكلمنا على بيان النهارده بتاع وزاره الصحه، تمام؟ وانا مش خارج، ما انا ما بخرجش خارج نطاق الثقافه. كل المعلومات اللي بتتداول هي جزء من ثقافه الناس. صحيح. تمام؟ انا لو اتكلمت عن بيان النهارده بتاع وزاره الصحه، اذا لم يكن هذا البيان واضح ودقيق، الناس اوتوماتيك هتطلع على منصات بره وتدور على حاجات بره. واحنا عارفين اللي حصل قبل كده من احدى الجرائد الاجنبيه والهيئه العامه للاستعلامات كدبته وحصل مشكله كبيره. انا مش عايز الناس تلجا غير للمصدر الاول، التلفزيون المصري. احنا كنا زمان نقعد قدام نشره 9 دي ستاند باي، نشره 9 خلاص انا هستخرج منها كل معلوماتي. في مصداقيه وفي شفافيه في عرض الموضوع، وهو ده الهدف. يمكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه، مثلا حفلات دار الاوبرا المصريه الناس كلها مش تقدر تروح على التلفزيون المصري، قناه ثانيه تحديدا بتنقل كل الحفلات دي. جاسمين طه زكي كانت بتنقل ومستمرين في نقل هذه الحفلات على شاشه قناه ثانيه، يعني على الهواء، وحتى بعد اذاعتها كمان بيعاد اذاعتها مرة أخرى، لأن الحقيقة التلفزيون المصري يعني بيضع على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا، سواء من الناحية الثقافية، من الناحية الترفيهية، من الناحية ده، مع الحفاظ على الهوية المصرية والعادات والتقاليد المصرية، ومصرين إن احنا نسير في نفس الاتجاه بإذن الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وفرصة ان احنا التقينا بيك النهاردة. أنا اللي بشكركم جدا على إتاحة الفرصة إن أنا ألتقي بيكم بعد فترة طويلة كأصدقاء وكزملاء. حضرتك نورتنا. وضيوف القناة التانية كلهم، وكل سنة هم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة. شكرا. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل اللقاء ومصر. وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
وبنقول له الف شكر ليك يا ريس ان انت لبيت النداء لينا ولولادك ان احنا الحمد لله جينا ارض الوطن، والحمد لله احنا ما شفناش اي تقصير بصراحه. واحنا بنشكر برضو الرئيس السيسي ووزاره الصحه، وبنشكر برضو رئيس الجامعه على الاستقبال. وهنا اول ما قابلونا في المطار قابلونا كويس وبحسن معامله، وقابلونا برضو في الجامعه هنا بتطهير وتعقيم وقابلونا بكشف، ورئيس الجامعه كان في انتظارنا هنا مع وزاره الصحه. وبنشكر برضو العاملين برضو على المقدمين هنا معانا، مقدمين لنا بكل معامله حسنه ومقدمين لنا كل شيء كويس. والله احنا جينا الجامعه والاجراءات كلها كويسه والحمد لله، يعني فيه سكن كويس، فرش كويس وكل حاجه كويسه وكشف يعني وكل حاجه الحمد لله، يعني ما لقيناش حاجه وحشه يعني. الأول حابين نشكر السادة المسؤولين إن هنا إن شاء الله كلهم جايين معانا بكل الواجب، وبصراحة هنا اهتمام كبير زاد عن اللازم، الدنيا هنا حلوة والأكل بين حلم لغد أفضل وأزمة تحيط بنا، مع وجود فيروس كورونا المستجد يسعى كل طبيب لمد يد العون دون كلل أو ملل، وذلك لغد أفضل لمصرنا الحبيبة. من الأول كان عندي ميول إن أنا أخد تخصص جراحي مش حاجة باطنية، لأن أنا شايف إن الجراحة ميزة فيها إن بتعمل تأثير سريع في quality of life أو حياة المريض في وقت قصير، ودي حاجة بالنسبة لي كانت مهمة. تخصصت في جراحة الأوعية الدموية، وده تخصص إلى حد ما نادر شوية، وأخدت نيابة في مستشفيات جامعة عين شمس من أول 2007 لغاية أما أخدت الماجستير الجراحة العامة من كلية طب جامعة عين شمس. الحقيقة كلية الطب ساعدتني في حاجة، إن إحنا وفرت لي منحة سافرت بيها أيرلندا، قعدت فيها حوالي 3 سنين، اتعلمت تدخلات الشريان الأورطي بالقسطرة، ودي حاجة ما كانتش موجودة قوي في مصر، لسه كان يعني تخصص ناشئ عموما في العالم وما كانش منتشر قوي في مصر. واخدت في الفترة ديت اخدت ماجستير في قسطرة الأوعية الدموية من أيرلندا. بعد ال3 سنين عملت الدكتوراه بتاعتي ورجعت مصر. دي الحقيقة كانت أحد المحطات الفارقة بالنسبة لي، لأن أنا استغليت الموضوع ده في حاجتين. أول حاجة إن تخصص جديد نسبيا محدش بيشتغل فيه قوي، وتاني حاجة إن في حاجات اتعلمتها لما اشتغلت وعشت في إنجلترا وفي أيرلندا، شايف إن هي ممكن تتحقق ونبقى قريبين منهم بدون تكلفة عالية.